ساعة 2 بالليل ذبونا على طريق بين الكوت وبين النعمانية، اكو مدرسة اسمها الرشيد، ذبوا العالم كلهم هناك حتى يجمعوهم يجيبوا لهم سيارات حكومية الزيل وريو حسب ما اعتقد بذاك الوقت. عائلتي كانت مو وياي، طفرت الحائط رحت اخذت تاكسي جبت زوجتي واجيت وياي، قلت لها الجمهورية الإسلامية قبلة تطببنا جوا. صعد واحد على السيارة إيراني قال له حزرة الضابط بهالعبارة ايش قد ما عندك إسلام جيب. اجينا بالسيارة أجرنا تاكسي حتى أصدقاء 3 الله يرحمهم كانوا كلش محبوبين وياي. من رجعت العراق شفتهم كل 3 ميتين بالجبهات. فمن اجينا صار الحجز من 18 ل 28 يلزموك يحجزوك ما يخلوك. فأنا من شافوا زوجتي وياي وبعدني شباب الضابط شوية حن علي، قال هذا استوى متزوج وهذا خليه يروح. والناس اللي بقوا كلهم انحجزوا وكلهم انكتلوا بدون أي ذنب، بدون أي جريمة، بدون أي ذنب ما عندهم.